وصلنا أسوان نزلنا على كشري الصفو، واحد كشري مخصوص من أبو 20 جنيه وصلحه. عايزة أقول لكم كنت تعبانة جدا، بس الأكل كان لذيذ للغاية، خلاني حسيت نسيت مشوار السفر وتعبه. ووصلنا وطلبنا بقى الكشري اللذيذ ده، وكل واحد قاعد ياكل ويتمزج كده من الشطة والبصل المقلي، والطعم كان خطير للغاية. ننزل بقى بالخل والثوم على الكشري ونظبط، وشوية بصل محمر كمان عشان الأكلة تبقى تمام. عايزة أقول لكم المطعم بيقدم جميع أنواع الأكل، طواجن ومكرونات وكل حاجة، بس أنا متمزجة من الكشري قوي. حسيت إن أنا باكل كشري بطعم تاني خالص غير القاهرة، لهم نفس حلو قوي قوي في الكشري. مسكت الطبق وحاتتك بتتك على طبق الكشري. لو نزلت أسوان تعال على كشري الصفوة، خطوة من محطة القطر وخطوة من محطة الأتوبيس، يعني ضمنت أكلة رخيصة من أول 15 جنيه أو حتى 20. يوم أكلة رخيصة ويوم أكلة غالية، والفسحة تبقى حلوة، وتروح وتلف معابد أسوان وتلذذ من الأكل الجميل عندهم. المكان معروف لأسوان كلها، وبصراحة مفيش ألذ ولا أطعم من كشري الصفوة. العنوان الممشى السياحي الجديد، شارع سعد زغلول، جنب كل الفنادق. يعني انت لو حاجز الفندق هتاكل وتشرب وتتفسح وانت في اريا واحدة، مش هتتعب كتير. المكان ما شاء الله زحمة، وعايزة اقول لكم قعدت انتظر ترابيزة فترة طويلة، لان فعلا الخدمة ممتازة والاسعار على قد الايد. بصراحة احلى تجربة من التجارب الممتازة جدا اللي عملناها في اسوان. جرب واكتب لي في كومنت ايه رأيك في كشري الصفوة.